اللي يهدي وينيم وبيتعمل وقت التأمل واليوجا بيبقى عكس اللي معظمنا بيعمله. احنا مثلا نيجي ناخد نفس عميق بنعمل المعدة بتدخل لجوه بترجع تاني. المفروض انه بنعتبر المعدة زي البالونة بننفخها، بيبقى بتتنفخ بعدين بتفش. ازاي نعرف ان احنا بنتنفس مظبوط؟ ده نفس البالونة اللي بيهدي. نحط تراتيب صوابعنا عكس بعض، ففي الغالب هو صباع الوسطاني اطول واحد هو اللي بيلمس التاني، ونحط الايدين كده على المعدة بحيث انه لما ناخد شهيق عميق يبقى شايفين الصوابع بتبعد عن بعض، زفير الصوابع بتلمس بعض، ومش محتاجة أعمل كده دور الظهر، لا، يبقى بنفخ البالونة بريح. أهو ده طبعا لو عايزين ننام نحط مزيكا هادية حلوة يستحسن بدون كلام، ونعمل التنفس ده كذا مرة هنلاقي نفسنا ابتدينا عايزين ننام.